Introduction to Big Data Techniques. احنا في الليرنينج مديول ده هنتعلم يعني ايه بيج داتا ويعني ايه فينتك وايه هي اساليب ادارة البيج داتا وليه ظهرت اصلا البيج داتا واثر التكنولوجيا على الاستثمار او الانفستمنت. الليرنينج مديول ده يا جماعة كله نظري، فعلشان كده انا قعدت الترتيب بتاعه خلال الشرح علشان يبقى في هيئة معلومات متسلسلة، فبالتالي حضرتك تلمه بشكل مبسط. أول حاجة ناخدها فكرة ظهور البيج داتا بمثال بسيط. زمان لما كنا بنروح نشتري من أي شوب أو محل، كنا بندخل المحل وبندفع الفلوس كاش، والمحل بيدينا المنتج اللي احنا عايزينه، وبعد كده الموظف اللي موجود في المحل بيسجل البيانات في ورق بيقول إن هو باع النهاردة بتاريخ كذا البضاعة الفلانية بقيمة قد كذا، واستلم الفلوس كاش أو سابها آجل. نتيجة لأن المعاملات ما كانتش كتير والتكنولوجيا ما كانتش محدثة، فما كانش فيه أنظمة إدارة عملية التجارة دي. الأنظمة اللي نقصدها أنظمة التكنولوجيا زي السيستمز والكمبيوتر سيستمز والحاجات دي، البرامج المحاسبية وبرامج ال ERP والحاجات دي كلها. في وقتنا الحالي حضرتك لما بتروح تشتري بتدفع بالفيزا كمثال. تخيل كده معايا إيه اللي بيحصل لما بتدفع بالفيزا للمحل. اول حاجه الفلوس ما بتعديش على المحل، او عمليه الدفع ما بتعديش على المحل او الشوب بطريقه مباشره، هي بتعدي الاول على البنك سيستم. البنك بيسجل في كشف حساب حضرتك انه تم سحب قيمه معينه من الفلوس، وبعدين بيروح يسجل من الناحيه التانية ان الفلوس دي راحت لمين، راحت للشوب ده او للمحل ده. فكده اول سيستم هو سيستم البنك ده اللي سجل البيانات في قواعد البيانات بتاعته. بعد كده المحل نفسه بيسجل السيستم بتاعه بشكل اوتوماتيك عملية البيع. فكده عندنا تاني سيستم بيسجل البيانات في قواعد البيانات بتاعته. المثال المبسط ده هو في الأساس عملية معقدة جدا وعملية كبيرة جدا، والبيانات بيانات ضخمة جدا، خصوصا مع انتشار المعاملات الأونلاين، إن حضرتك ممكن تبقى قاعد في البيت وتشتري من أمريكا منتج من خلال الأونلاين ستور، التجارة الإلكترونية. كمان انت تقدر تدخل على السوق الامريكي والبورصه الامريكيه وتشتري اسهم وتبيع اسهم، فكل ده بيتسجل فين؟ بيتسجل في قواعد البيانات او الداتابيز على هيئه ايه؟ على هيئه بيانات باشكال مختلفه. البيانات اللي بالاشكال المختلفه دي بتتجمع كلها وبيتم التعامل معاها وبيتم ترتيبها وتنظيفها وتحليلها. وكمان بقى في تطور تكنولوجي لدرجة وجود ال AI اللي بيساعد على اتخاذ القرارات بناء على البيانات المدروسة واللي جاية من البيانات اللي موجودة في قواعد البيانات. فتخيل كده معايا ضخامة قواعد البيانات وضخامة وجود البيانات دي واللي هي البيج داتا. ده كده الشرح المبسط لفكرة البيج داتا. تعالى بقى نشوف الشرح اللي موجود في الكتاب، وهو أول نقطة هنتكلم عليها النقطة دي، البيج داتا. قال لك refers to vast amounts of data characterized by volume, velocity, variety and veracity. هنتكلم دلوقتي عن الخصائص بتاعة البيج داتا، واللي هم الأربع خصائص دول اللي أولهم كلمة أو حرف V. لكن خلينا دلوقتي نعرف إن البيج داتا هي عبارة عن vast amount أو كمية ضخمة جدا وواسعة جدا من البيانات. لو جينا نشوف خصائص البيج داتا أو الكاركترستكس بتاعتها، فهتلاقي أربع خصائص كل واحدة فيهم أولها حرف V. أول حاجة الفوليوم. الفوليوم يعني حجم البيانات. حجم البيج داتا كبير جدا لدرجة إنه كان زمان أول ما ظهر الكمبيوتر بيخزن على الميجا بايت. تلاقي عندك هارد 2 ميجا بايت 3 ميجا بايت، يعني مساحته صغيرة قوي. دلوقتي بقى موجود الجيجا بايت والتيرا بايت اللي هي 1000 جيجا. فالمساحات بقت ضخمة وشاسعة عشان تستوعب البيج داتا دي أو البيانات الضخمة. بقى في حاجة اسمها سيرفرات ضخمة علشان تستوعب البيانات. فالبيج داتا دايما الفوليوم بتاعها أو الحجم بتاعها كبير جدا وبيقاس بمقاييس التيرا بايت والميجا بايت والجيجا بايت. الفيولاسيتي. زمان كان أول ما ظهر موضوع السيستمز والتكنولوجيا كان بيتم تسجيل العمليات على الكمبيوتر يدويا. يعني كمثال لو عندنا محاسب بيدخل على السيستم بيسجل القيد المحاسبي، بعد كده هو بنفسه في آخر الأسبوع بيروح مرحل القيود لحاجة اسمها دفتر الأستاذ وهكذا.
فكان بيعمل حاجة اسمها الباتش بروسيسنج، يعني كل عملية وكل خطوة بتتم بمجموعة قيود، بيروح مرحلها مثلا على حسابات الأستاذ، وبعدين من حسابات الأستاذ يطلع على ميزان المراجعة، وبعدين القوائم المالية. دلوقتي بقت العمليات بتسمع في الريل تايم في وقتها. لو رحت سحبت من البنك فلوس من الاي تي ام، بيظهر على طول في كشف حسابك في وقتها، وبيظهر في سيستم البنك. ولو رحت اشتريت بالفيزا، فبيظهر على طول في كشف حساب التاجر وفي كشف حساب حضرتك، وبيظهر في قواعد بيانات البنك. فالفيولاسيتي معناها السرعة في إن البيانات بتاعتك تسمع أو تتسجل في أكتر من جهة. وده برضو من خصائص البيج داتا، إن هي لازم تسمع في الريل تايم أو في الوقت حدوث الحدث نفسه. الفرايتي أو التنوع، وهي تنوع مصادر البيج داتا. البيج داتا أو البيانات الضخمة ممكن تكون جاية من مصادر structured أو مهيكلة أو منظمة، زي القوائم المالية بتاعت الشركات بتكون منظمة، زي الكمباني فايلينجز، التقارير اللي بتقدمها الشركات لجهات أو هيئات سوق المال. وممكن تكون كمان سيمي ستراكشرد، يعني مهيكلة لكن هي مش مهيكلة بشكل كامل، جزء منها بس المهيكل. وممكن تكون ان ستراكشرد، يعني ممكن تكون غير مهيكلة، زي البيانات بتاعة السوشيال ميديا. النهاردة كل الناس عندها فيسبوك كمثال، أو عندها سناب شات أو تليجرام أو واتساب. فالبيانات اللي بتسجل هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن البوستات بتاعة الناس، عبارة عن الصور اللي بيحطوها، الفيديوز، وهكذا. فدي كلها بيانات غير مهيكلة، لكنها تعتبر جوه البيج داتا لأنها بيتم حفظها في قواعد بيانات ضخمة. فقال لك الفرايتي هي عبارة عن many sources of data، يعني أكتر من مصدر للبيانات، structured, semi-structured, unstructured. veracity يعني البيانات دي بتكون دقيقة وبتكون واقعية. reliability و credibility، فدي الأربع خصائص بتاعة البيج داتا. بعد كده هنتكلم عن مصادر البيج داتا. هي البيج داتا دي بتيجي منين؟ احنا قلنا في الخصائص الفرايتي، تنوع المصادر. طب ايه هي المصادر اصلا؟ قال لك في نوعين من المصادر، التراديشنال والالترناتيف او الالترنيت سورسز. المصادر التقليديه في البيانات الماليه مثلا زي الانوال ريبورتس، التقارير السنويه اللي بتطلعها الشركات، زي الفايلنجز بتاع الشركات، التقارير اللي بتقدمها الشركات لهيئه سوق المال، وهكذا. دي كلها بتكون مصادر تراديشنال او تقليديه وبتكون منظمه. الالترنيت او المصادر البديله زي السوشيال ميديا. النهارده لما حصل مشكله لشركه بلبن في سنه 2025 والفروع اتقفلت، احنا عرفنا كبشر او كجمهور منين؟ من السوشيال ميديا. فالسوشيال ميديا يعتبر مصدر من مصادر البيانات، لكنها مصادر البيانات البديله. وزي السنسورز، النهارده كل حاجه تكنولوجيه موجوده قدامنا موجود فيها سنسورز او حساسات، زي الموبايل بتاعك ما هو فيه سنسورز للكاميرا مثلا. فمصدر بيانات الكاميرا بتاعة الموبايل هي سنسور حساس. البيانات دي بتتخزن في الموبايل، والموبايل بيخزنها في سحابة إلكترونية، فطالما بتتخزن في قواعد بيانات فده يعتبر مصدر بيانات للبيج داتا. زي الجيولوكيشن، الجي بي اس، ده يعتبر مصدر بيانات بديل. والترانزاكشن داتا، لما بتروح على الاي تي ام وبتحط الفيزا بتاعتك وتسحب فلوس، دي تعتبر ترانزاكشن او عملية سحب. فالبيانات بتاعتها تعتبر بيانات بيج داتا لانها بتخزن في قواعد بيانات ضخمه. فدي المصادر الالترناتيف بتاعتك او البديله للبيج داتا. فعندنا مصدرين او نوعين من المصادر، التراديشنال والالترنت او الترناتيف. ايه هي التحديات اللي بتواجه اداره البيج داتا؟ التشالنجز. قال لك اول حاجه الداتا كواليتي ايشوز. المشكله ان من تنوع مصادر البيانات وكتر البيانات وضخامه حجم البيانات، بقى الكواليتي او الجوده بتاعه البيانات اللي احنا المفروض نستخلصها ممكن تتأثر. والبيسز والأوتلايرز، التحيز في تصنيف البيانات ووجود الأوتلايرز أو الإكستريم فاليوز في البيانات دي. والإنسفشن أور إكسس داتا، إن البيانات ممكن تكون أنت محتاجها ولكنها بيانات غير كافية لاتخاذ قرار معين. علشان كده لازم البيج داتا أو البيانات أول بأول يحصل ليها عملية الكلينسينج، يعني التنظيف والترتيب، والأورجنايزنج، التنظيم ليها. طبعا ده كله ما بيتمش بواسطة الإنسان، ده كله بيتم من خلال الآلات نفسها. طيب النقطة رقم 5 عندنا هي الآلة ال AI والماشين ليرنينج.
بما ان في تكنولوجيا بتتطور كل يوم وكل دقيقة، وحجم البيانات بيزيد كل يوم والبيانات الضخمة بتزيد كل يوم، فما ينفعش ان البشر هم اللي يديروها لان احنا قدراتنا محدودة. علشان كده البشر اخترعوا حاجة اسمها الماشين ليرنينج او تعلم الآلة. الكمبيوتر دلوقتي بقى بيتعلم بنفسه ويدرب نفسه، وكمان يساعدك في اتخاذ القرارات وفي تصنيف المعلومات وفي إعطاء البيانات من خلال ال AI أو ال Artificial Intelligence، واللي هو الذكاء الاصطناعي. فالماشين ليرنينج وال Artificial Intelligence دي أدوات متقدمة لتحليل البيانات Analyzing Data، وكمان التنبؤات، إعطاء التنبؤات أو التوقع بحاجة في المستقبل. النقطة رقم 6 عندنا هي تعريف اكتر للماشين ليرنينج، وبعديها تعريف اكتر للاي اي. الماشين ليرنينج لما نتكلم عليها بالتفصيل شوية فهنقول ان هي عبارة عن تكنيكس او اساليب لاستخراج المعلومات من البيانات من غير تدخل الانسان. يعني دلوقتي الكمبيوتر حضرتك بتسجل فيه بيانات ضخمة جدا وكتير جدا، هو بيروح مفلترها لك ومنظمها لك ومطلع منها المعلومات المفيدة من غير ما حضرتك تعمل اي حاجة. فهي دي فكرة الماشين ليرنينج. الآلة بتتعلم من خلال الجوريزمز، أكواد برمجية بيحطها المهندسين المبرمجين. إزاي الآلة بتتعلم؟ من خلال 3 مراحل. أول مرحلة هي التريننج، تاني مرحلة هي الفاليديشن، تالت مرحلة هي التيست. التريننج من خلال إيجاد العلاقة ما بين الانبوتس والأوتبوتس، المدخلات والمخرجات. الفاليديشنز تونز ذا موديل، يعني الآلة بتأكد بنفسها على صحة الموديل ده أو النموذج البرمجي اللي موجود. التيست او اختبار، بعد ما الآلة بتطلع الاوتبوت بتاعها او المخرجات بتاعتها بتبدأ تختبر البريدكشن، التوقعات اللي هي طلعتها. يعني مثال، حضرتك جبت داتا تخص اسهم شركات السوق الامريكي، حطيتها للكمبيوتر وقلت للكمبيوتر من خلال برنامج معين توقع لي الاسعار في المستقبل لشركة من الشركات دي. الكمبيوتر بياخد منك الداتا، بيبدأ يتدرب عليها، يعمل لنفسه تريننج ويفهم سلوك الداتا دي، وبعدين يبدأ يراجع على نفسه، يعمل فاليديشن ان التريننج ده كان صح، وبعد كده بيطلع البريدكشن بتاعه او التنبؤ بتاعه بالاسعار في المستقبل، ويعمل عليها اختبار بنفسه قبل ما يديك المنتج النهائي او الناتج النهائي والتقرير النهائي. طيب ازاي بتقدر الآلة تتعلم وتعمل لنفسها تريننج؟ قال لك في عندك 3 طرق. سوبرفايزد ليرنينج، يعني حضرتك بتدي انبوتس بنفسك كهيومن، كشخص بشري للآلة وهي بتطلع لك الاوتبوتس. ان سوبرفايزد ليرنينج، يعني الآلة هي اللي بتستخرج البيانات بنفسها، حضرتك بس بتطلب منها، بتقول انا عايز شركات السوق الامريكي ادرسيها يا كمبيوتر او ادرسها يا كمبيوتر وطلع لي توقعاتك في المستقبل للسوق ده. فالكمبيوتر هو اللي بيبحث عبر الانترنت بنفسه، هو اللي بيعمل كل حاجة بنفسه. الديب ليرنينج او التعلم العميق، ودي بتبقى مالتي ستيج، اكتر من مرحلة بتمر بيها البيانات جوه الكمبيوتر، وبيبدأ الكمبيوتر يشغل عقله او البروسيسور بتاعه علشان يبدأ ان هو يفلتر الداتا، حتى وان كانت الداتا دي نون لينير، يعني داتا غير خطية، يعني داتا غير مباشرة. والداتا في الديب ليرنينج ممكن تكون سوبرفايزد او ان سوبرفايزد، احنا عرفنا من شوية الفرق ما بين سوبرفايزد او ان سوبرفايزد. التحديات اللي بتواجه الماشين ليرنينج، قال لك اول حاجه الاوفر فيتنج، وفي حاجه تانية اسمها الاندر فيتنج. الاوفر فيتنج يعني حضرتك تدي اكتر من امر للاله او الكمبيوتر ان هو يعمل لنفسه ترين، كل شويه تقول له اتدرب على نفس البيانات، فبالتالي الكمبيوتر بيبدا زي يهنج منك ويعمل حاجه اسمها البيز او التحيز، يبدا ان هو يروح في اتجاه معين في التفكير بتاعه. الاندر فيتنج يعني ان حضرتك ما تديلوش فرصة كاملة انه يعمل تريننج، فبالتالي برضه بيحصل خطأ في التوقعات والتنبؤات بتاعته. البلاك بوكس ده بيحصل لما يكون الكود البرمجي اللي منظم مراحل تعلم الآلة فيه خطأ معين، فبالتالي البريدكشن بتاع الآلة بيكون صعب انه يتشرح. تلاقي الآلة مطلعه لك المنتج النهائي بدل ارقام سعر سهم شركة ابل بنتوقع ان هو يكون مثلا $10 او $100 او $1000، تلاقيها مطلعه لك الشكل في هيئة كود برمجي، فحضرتك مش مبرمج فمش فاهم هي بتقول ايه. فهي دي مشكلة البلاك بوكس. ابلكيشن
بنستخدم الماشين ليرنينج في ايه؟ في علوم الاستثمار عندنا، في إدارات الاستثمار وفي إدارة التمويل أو المالية. نتيجة للجروينج والنمو الشديد والسريع في المجالات دي بدأنا نستخدم الماشين ليرنينج في مجالنا. ال AI أو ال Artificial Intelligence واللي هو الذكاء الاصطناعي دي عبارة عن أنظمة كمبيوتر بتحاكي أو بتسيميوليت أو بتميمك تفكير الإنسان أو ذكاء الإنسان، زي شات جي بي تي أشهر مثال، وزي ديب سيك. كتير مننا دلوقتي بقوا بيعتمدوا على شات جي بي تي في مساعدتهم في المهام بتاعتهم وإعطائهم المعلومات والنصائح. شات جي بي تي هو نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي واللي بيفكر بشكل شبيه بتفكير الإنسان، وهي دي أنظمة الكمبيوتر اللي بتدرج تحت ال AI. الماشين ليرنينج يا جماعة هو جزء من ال AI. نقطة رقم 8 عندنا هي تاكلينج بيج داتا ويز داتا ساينس، يعني معالجة البيانات الكبيرة والبيانات الضخمة باستخدام علم البيانات، الداتا ساينس. قال لك ان علم البيانات بيعمل بروسيسنج للداتا، بيعالج الداتا باكتر من طريقة. الطرق دي هي الكابتشر، يعني جمع او كولكت البيانات، الكوريشن او العناية بالبيانات، وهنا بيتم عمل كليننج او تنظيف البيانات والتأكد من الجودة بتاعتها، الستورج حفظ البيانات، recording and accessing data يعني التسجيل للبيانات سواء كانت structure أو semi structure أو unstructured، search البحث عن البيانات finding relevant data البحث والوصول للبيانات الملائمة، وترانسفير يعني نقل البيانات moving data to analytical tools إرسال البيانات للأدوات التحليلية زي ال AI والماشين ليرنينج ال ML. الداتا فيجواليزيشن او العرض المرئي للبيانات، قال لك في طريقتين تقدر تعرض بيهم البيانات من خلال استخدام الداتا ساينس، وهي التراديشنال ميثودز والمودرن تولز. التراديشنال ميثودز زي الرسومات البيانيه الجرافيكس او الجرافس والتشارتس الجداول. المودرن تول زي حاجه اسمها الهيت مابس والتري دايجرامز والتاج كلاودز. لو عايز تشوف شكلهم ادخل على جوجل واكتب هيت ماب او تري دايجرامز او تاج كلاودز. دي انواع من المودرن تولز في عرض البيانات بشكل مرئي او رسومات. قبل ما ندخل على التكست اناليتكس وال NLP، تعالى بقى نرجع نعرف يعني ايه اصلا الفينتك. ببساطة يا صديقي، الفينتك هي كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي خلال المحاضرة. فينتك اختصار ل Financial and Technological Innovation او الابتكار والتطور المالي والتكنولوجي. فكلمة فين جاية من كلمة فاينانشال، وتك جاية من كلمة تكنولوجيا، يعني الجمع ما بين التكنولوجيا والتطور التكنولوجي وعلوم المالية والاستثمار. ادمج الاتنين في بعض واعمل أنظمة حديثة في معالجة البيانات وبرمجيات حديثة في معالجة البيانات وجمعها، هي دي الفينتك. فقال لك الفينتكس involves technological innovation in financial services. الفينتك بتحتوي على الابتكار والإبداع التكنولوجي في الخدمات المالية. في شركات يا جماعة متخصصة في إنتاج المنتجات الخاصة بالفينتك أو التقنية المالية، والشركات دي قالك إن هي بتسمى بالفينتك كامبانيز أو الشركات الخاصة بإنتاج التقنية المالية، ودورها هي ديفلوب أو تطوير وبرمجة التكنولوجيا والبرمجيات للفاينانشال سيرفيس اندستري، لصناعة الخدمات المالية. الفينتك كمان بتستخدم في حاجة اسمها تكست اناليتيكال وال NLP. التكست اناليتيكال يعني بتحول النصوص المكتوبة والريكوردات المسجلة الصوتية الفويس داتا لمؤشرات مالية يمكن الاستفادة منها في علوم الاستثمار. ال NLP يعني محاكاة لغة البشر والتعامل مع البرنامج بتاع الذكاء الاصطناعي على انه انسان زيه زيك بيتكلم زيك وبيتعامل زيك، واظن ده احنا شفناه كتير في الشات جي بي تي. وال NLP اختصار ل Natural Language Processing، يعني محاكاة ومعالجة اللغة الطبيعية واللي هي لغة الإنسان وتحليلها وفهمها والرد عليها. ففي نهاية الليرنينج مديول ده حابب أقول لحضرتك إن الفينتك هي كل التقنية المالية اللي حضرتك بتشوفها دلوقتي في ظل التطور التكنولوجي اللي موجود حوالينا، من أول استخدامك للفيزا والإي تي إم لحد معالجات البيانات المالية الضخمة وتحليلات أسواق الأسهم.